اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم الناس الكل على قناة فوفا كويزين. إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تضغطوا على الجرس وتدعموني بلايكاتكم وكومنتاراتكم. بالنسبة للفيديو متاع اليوم بشكوت العيد متاعنا التونسي، كالعادة والعويد حاجة حلو تقليدي نعملوه ما نجموش نستغناو عليه. باش نعمل هنا البشكوتو بالقو متاع النوازات، نجمو تعملوا بسباس برتقان نقشر برتقان كما تحبوا انتوما والا جلجلين. باش نعمل كميه متاع كيلو ونص. لهنا خذيت 10 كعبات عظم، حطيت عليهم قرصه ملح، وباش نحط عليهم 3 ساشيات سكر فانيل. باش نحط عليهم زاد السكر العادي، باش نحط عليهم السكر العادي 450 غرام سكر. تنجموا تزيدوا وتنجموا تنقصوا. بالنسبه للحلاوه راهي حلاوه باهيه، ماهوش حلو برشا وماهوش زاد ناقص سكر. تنجموا تنكهوهم كما قلت لكم بقشور البرتقان. ما تستعملوش حاجه اخرى بوفريبه ولا لوز، تخليو كل مطعم تخليوه ظاهر وحده. بالنسبه للزيت لهنا باش ناخذ المره الاولى 600 ملي زيت، واللي باش يقعد لي باش نكملوا 150 ملي زبده البر دو نوازيت اللي عندي هي من قبل. انا زبده طيبتها ونحيت لها الماء نتاعها، مستحفظه بها في الفريجيدير. خرجت حطيتها شويه في الميكرووند وكملتها للخليط. تنجموا تستعملوا الكل زيت، يعني تنجموا تستعملوا 750 ملي على كيلو ونص تقريبا فرينه. الفرينه مش كيلو ونص بالضبط، خليت منها تنقول لكم قديش بالضبط خاطر تبعت تتبيع. لهنا باش نخلط بالكدا السكر والعظم والزيت مع بعضهم. ما حشيش بيه باش تركض، نحب السكر يذوب. انا اللي في ساعه ذاب السكر خاطر السكر اللي عندي جبيد برشا في ساعه يذوب. ناخذ الكيلو لهنا فرينه الاولاني نحطو. باش نحط زوج ساشيات معناتها كريمه اختياري راه خاطر فيها الفاني، نجمو تعملوا نشا ما تستعملوهاش الفرينه. باش نحط 500 غرام نشا مع زوج ساشيات سكر فاني، معناتها 500 غرام نشا مع زوج ساشيات فاني اللي ساشي فيها 40 غرام، 85 مع بعضهم، معناتها ما بين نشا وكريمه على الكيلو وتقريبا ونص. باش ناخذ هنا زوج ساشيات خميره من وزن 16 غرام، نخلي منهم تقريبا 5 غرام، مانيش باش نحطهم الكل. علاش؟ على خاطر الفور اوكوبي، مانيش باش نطيب معناتها باش نطيبوا الطبقه مع بعضهم. هذاك علاش نحبش البسكوت يخمر لي برشا. بالنسبه للفرينه راني استحقيت كيلو و400، معناتها خليت 100 غرام فرينه خاطر الرطل الثاني قعدت نتبع بشويه. حطيت ملول 250 ومن بعد كملت 150. هذاك شنو استحقيت فرينه ماهوش كيلو ونص. لهنا كملت حطيت 130 غرام نوازات، شطر بالقشره وشطر بلاش معرجه ومرحيه، من 130 ل 150 انتي وقداش تحب تحط. وباش نبدا نصب بشويه بشويه في الخليط ولم لمان البسكوت يتلم لمان. لهنا الشغله عملتها ماهيش كبيره برشا، جاتني قعدت تخرج هكا شويه فرينه، قعدت نتبع فيها بشويه بشويه. سرعت الفيديو. شوفوا القوام تاع العجينه راه ما يجيش مرخوف على الاخر، انا هكاك تعجبني تخرج لي الكعبه مريقله مكبوسه. لهنا باش نجرب بالقمع هذا العادي. اذا كان ما عندكمش ماكينه تنجموا، راهو مش لازم بالماكينه كما تراو هكا. انا ساعات كي نعمل الرطل نخدمه بالقمع هذاك مثلا من غير ما نستعمل ماكينه. نجموا تستعملوا الماكينه نتاع اللحم نتاعنا، وتنجموا تستعملوا العجينه. كل واحد بشنو يخدم البشكوتو نتاعو. اما باش نوريكم اذا كان واحد ما عندوش جوست قمع هكا هاو شو نخرجهم هكا وبعديك نحاولوا نستويهم. انا لهنا البلانش تلصق فيها على خاطر ما فيهاش زيت، ما دهنتهاش بالزيت. ومن بعد هنا خديت الطبق نتاعي هكا دهنته دوب الليش دوب دهنته ومسحته، وبديت نخدم بالعجينه. الحقيقه فيسع نحط من الفوق هكاكا وركبت عليها القمع. نجم نخدم هكا بالكعبه ونقص، ولا نخدم شريط طويل هكاكا نتاع بسكوت ونقصهم بعد. انا من لهنا حاولت نعملهم قد اما ما حبيتش نقيس خاطر نزرب قبل شقان الفطر. حبيت نطيب الطبق هذاك الاولاني ومن بعد نكمل الاخرين باش ما تخمرليش كما قلت لكم برشا. بالنسبه للفور راني سخنته على 180 درجه، وبعد باش ننقص حطيت لي 170 160. انتي والفور متاعك ما طيبوهوش على فور قوي.
هنا عملت هذم الكعبات مدورين، دوب ما ندورها هكا ونسكرها تلصق راهي فيسع فيسع. وباش نكمل البشكوت متاعي الكل بنفس الطريقة. بالنسبة للبشكوت هذايا راهو يجي كروكون. الناس اللي تحبوا طري تنجم ما طيبوش برشا، تنجم ما تستعملش كمية كبيرة متاع نشا، كمية قليلة معناتها عرطل في حوض تحط 180 جرام نشا مثلا، 180 جرام نشا تحط 100 جرام نشا بركة 60 جرام، ما تكثرش من نشا يجيك طري. انا نحب كروكون كيما متاع الشارع. كملتهم البقية من بعد شقان الفطر وخليتهم بردوا في عقلهم. هذه من اليوم تغدوا الصباح. عملت شطر طايب معناتها هكا محمر شوية، وشطر الاخر طاب اما خليته ماهوش غامق اللون، كل واحد كيفاش يحب. وهو انتوكال بسكوتو هذايا راه ميغمقش برشا، تحسو يطيب فيسع ويقعد لونه فاتح على خاطر فيه كمية باهية من شاء. هذاك علاش هذايا البسكوت متاعي بعد ما حضر يجي فاوح وبنين بمطعم انوازات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، ما تنسوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وما بقى لي كان باش نقول لكم عيدكم مبروك الناس الكل وسنين دايمه.